السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، إن شاء الله تعودوا لها بخير، اللهم آمين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين إن شاء الله بأمر الله هنعمل عزومة حلوة كده مع بعض. أنا مصورتش كل التفاصيل صراحة، بس يعني ايه مصورلكم مقتطفات كده يعني. ماشي، أول حاجة أنا قلت نعمل الحلو الأول. هنا كنا الساعة 10 الصبح، قلت هنعمل جيلي. الجو النهاردة شمس كده وحلو، قلت ايه هنعمل جيلي ونحطه في التلاجة عشان يلحق يربط معايا كده ويمسك. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هنا طبعا انا مقطعة موز على فراولة على تفاح، وكنت عاملة برضو منها يعني سلطة فاكهة وكده، واخدت يعني منها جزء برضو ايه عملت بالجيلي وكده. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هنا طبعا انا كنت حاطة يعني ايه غلية 2 لتر مية، ونزلت عليهم ب2 باكت جيلي، لا 3 باكت جيلي 3، ونزلت بمعلقتين جيلاتين على كوباية مية ساقعة. ماشي، وزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي ما خدش وقت وربط معايا وكان جميل ما شاء الله. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديا ويحسن ما بين ايديكم، وكل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة، وتعملوا كل حاجة حلوة لبناتكم ولأولادكم، اللهم امين يا رب العالمين. هنا طبعا انا كنت فرمة بصلة، واللحمة كانت يعني مستوية نص سوا كده. ماشي، كنت عاملاها في الشوربة مستوية نص سوا كده. انا هنشيل قطع الطماطم، شيلتها وخلاص كانت من الشوربة، وهنديلها تشويحة كده مع البصلة والبهارات، وهنسيبها ايه 5 دقايق بس كده على النار. وقلت نعمل صينية الجلاش الأول. هنا طبعا بنلف صينية الجلاش، عامة هي بنتي اللي بتلفها حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. الحشوة دي يا حبايب قلبي معصجة لحمة. ماشي، حطيت مكعب زبدة ومعلقتين زيت، ونزلت باللحمة المفرومة، وجبت جزر وبصل وقرن فلفل. ماشي، وضربتهم في الكبة، وطماطمتين ضربتهم في الكبة. ماشي، وايه ونزلت على اللحمة المتعصجة وكده بتكون جميلة ما شاء الله. الجزر كده بالطماطم بالفلفل بالبصل بتكون جميلة، وبتخلي الحشوة دي مسكرة وجميلة ما شاء الله. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. الحشوة دي يا حبايبي أنا حاشية منها ايه عفوا بقى على صوت الكلب حاشية منها حبايبي سمبوسة كمان، بس ما جبتهاش صراحة وانا بنحشيها. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هنا طبعا هنقطعها بقى، وهنضيف عليها بس 3-4 معالق سمنة كده من فوق، هنجيب شوية شوربة وبيضة فلفل اسود، وهنسقيها كويس وندخلها الفرن. مبتاخدش وقت في الفرن يعني، اول ما نطلعها من الفرن هنغطيها. هنا بقى طبعا بنتي اللي بتقطعها. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هنا طبعا سبت اللحمة 5 دقايق كده، هي طبعا مستوية نص سوا كده زي ما قلت لكم. وهنا هننزل نشوح البسلة معاها كده، وهنا نزلت بالصلصة
حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. يعتبر كل حاجة ايه مستوية يعني يا جماعة. اللحمة نص سوا والبسلة يعني تحطها في مية سخنة اهو، حطها في الفريزر وكده. زي ما انتم شايفين برضو كنت عاملة صينية فراخ مشوية جميلة ما شاء الله، من نفس التتبيلة اللي عملت بيها اللحمة المفرومة المعصجة يعني. حطيت يعني عملت منها زي ما انتم شايفين يا حبايبي الفراخ المشوية وكده. هنا صينية الجلاش بعد ما طلعت من الفرن ماشي. وهنا طبعا السمبوسة بعد ما حمرتها. ودي فطرنا النهاردة يا حبايبي، طبعا فراخ مشوية ولحمة في البسلة وسمبوسة ورز ابيض وسلطة، وطبعا صينية جلاش باللحمة المفرومة. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وان شاء الله تعودوا لها بخير يا رب، اللهم امين. ربنا يحسن ما بين ايديا ويحسن ما بين ايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، وربنا يديكم الصحة وطولة العمر، اللهم امين. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي.